رجل أعمال معروف على مستوى جدة. هذا الرجل أراد أنه يتزوج الزوجة الثانية، علم زوجته وعلم عياله أني أنا بتزوج، بروح للمغرب وأتزوج من المغرب. فقالوا له، قالت لزوجته تزوج بكيفك، تزوج بكيفك، الله يستر عليك. طبعا هي ما هي راضية، لكن خلاص مجبرة. قالت تزوج بكيفك، لكن لا أشوفها ولا تشوفني، ولا تشوف عيالي ولا يشوفونها. قال أبد، هي في بيتها وانت في بيتك، ولا تجتمعون ولا تلتقون. وانطلق الرجل إلى المغرب، والظاهر والله أعلم إنه رايح متجه لأسرة معينة مدحها له أحد وأثنى عليها أحد. كانت عندهم بنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، امرأة صاحبة صلاة وأخلاقها طيبة، وامرأة صالحة وفيها خير ولها علاقة بالقرآن الكريم. وتزوجها وجابها لجدة وسكنها في سكنها لوحدها، بخلاف أهله زوجته الأولى وعياله في بيت ثاني. عاش معاها كم سنة عيشة من أفضل العيشات، انبسط وارتاح وأموره تمام. وقدر الله سبحانه وتعالى أن يتوفى هذا التاجر. لما توفي هذا الرجل ترك زوجته هذه ما عندها أحد، المغربية أبدا ما عندها أحد، عندها مبلغ مالي تصرف على نفسها منه، لكن ما لها أحد في جدة أبدا، ما لها إلا الله سبحانه وتعالى، ثم زوجها هذا اللي مات. فلما انقضى على وفاته فترة راحت لبيته الأول، لأنه كل أوراقها الرسمية موجودة في مكتبة في بيته الأول، يعني جوازها وعقد الزواج وكل شيء. فلما راحت لعياله وضربت عليهم الباب استقبلوها بوجه يعني ما هو كويس، وقالوا لها احنا اصلا لما كان ابوي حي ما احنا طايقينك، الان ما احنا طايقينك، واحنا طلعنا حصر الورثه، صك حصر الورثه واسمك ما هو موجود اصلا، احنا ما احنا معترفين فيكي. قالت طيب اعطوني بياناتي، اعطوني اوراق اللي عندكم. قالوا ما نعطيكي شيء، يلا مع السلامه. طلعت المراه ودموعها على خدها واتجهت الى شقتها ولجأت الى رب العالمين، فرشت سجادتها ورفعت يديها وكانت تتحسب وتدعو. ثم ألهمها الله سبحانه وتعالى أنها تروح لمحكمة الأحوال الشخصية. راحت للمحكمة، مسكينة ما تدري شو تسوي. لما راحت للمحكمة قالت لهم يا جماعة الخير، أنا عندي مشكلة، زوجي توفي، ودي أني أكلم القاضي في موضوعي. قالوا لها انتظري شوي وبعدين نستأذن لك على القاضي. وفعلا استأذنونها على القاضي، دخلت عليه، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ أنا تزوجني فلان ابن فلان الفلاني التاجر المعروف، معروف حتى القاضي عرفه، وهذا الرجل توفاه الله سبحانه وتعالى الله يرحمه، وعياله أنكروني ولا استقبلوني ولا أثبتوا لي شيء، وطلعوا صك حصر الورثة وأنا ماني موجودة معهم في الصك. فقال لها القاضي يا أختي عندك إثباتات على زواجك من الرجل؟ قالت لا ما عندي، كلها في مكتبة في بيته، وأولاده رفضوا يستقبلوني. فقال لها يا أختي ما أقدر أنفعك بشيء، إذا ما عندك أي إثبات أنا كيف أنفعك؟ قالت يا شيخ أستحلفك بالله تأخذ حقي، وهي تبكي، أستحلفك بالله يا شيخ أنا أمانة في رقبتك. قال لا، لا تقولين أمانة في رقبتك، أنا ما دام ما عندك بيانات ما أقدر أفعل لك شيء يا أختي. ثم خرجت المرأة ودموعها على خدها وجلست في الانتظار حتى انتهى الدوام. ثم راحت لبيتها وفرشت سجادتها وتضرعت إلى رب العالمين المطلع على كل شيء. رجعت ثاني مرة وعادت الكلام نفسه على القاضي ورد عليها بنفس الرد. ثم خرجت وانتظرت حتى انتهى الدوام لعله يرق قلبه أو تجد حل، فما وجدت حل ورجعت. هذا القاضي هو من أهل الرياض، أخذ إجازة، كان وقت إجازة عنده، إجازة قصيرة، وحب يروح لأهله في الرياض.
وفعلا راح يزور أهله. أثناء وجوده عند أهله قالوا له: يا فلان، يا شيخ فلان أو يا فلان، سمعت عن جارنا المريض أبو فلان؟ قال: لا والله ما سمعت. قالوا: تراه مريض. قال: أجل لعلي أزوره. رجل كبير في السن. يقول القاضي: هذا طلعت أزور جارنا، ولما جيت أزوره وإذا أبنائه 2 عنده، سلمت عليه وجلست عنده وتشافيت له ودعيت له ودعالي، ثم سمعت واحد من عياله يقول له: أصلا أبوي يتدلع لأنه كبر في السن ويتدلع علينا ويتدلع على أمي ويتميرض. فقال الولد الثاني: لا أبوي ما يتميرض، وأبوي بشبابه وبصحته، وإذا يبي زوجناه من السعودية أو من برا السعودية، يبي من المغرب جبنا له، يبي من مصر جبنا له. قال: لا. قال الأبو الآن قال: لا تجيبوا لي من المغرب، أنا صديقي فلان ابن فلان الفلاني راعي جدة، التاجر راعي جدة، صديقي فلان ابن فلان الفلاني التاجر، هذا أخذ مغربية وتوفاه الله قبل فترة وتركها. يقول القاضي: سبحان الله، إيش جاب موضوع المغربية الآن هنا؟ يقول: فانتظرت حتى طلعوا أبنائه، ثم قلت له: يا عم. قال: نعم. قال: أنت جبت طاري التاجر فلان راعي جدة؟ قال: نعم. قال: أنت تعرفه؟ قال: يا عارفه، صديقي، كنا نروح له الجدة أنا وفلان وفلان، ونجي عنده ونزوره، وقد جيناه عند زوجته الجديدة المغربية، وما شاء الله لا قوة إلا بالله يثني عليها، وما شاء الله على طبخها، وما شاء الله على احترامها له ومحبتها له. قال: أنت تعرف إنه ماخذ مغربية؟ قال لي. قال: تعرف اسمها؟ قال لي: والله أذكر إنه قال فلانة، وإذا هو اسم المغربية. قال: أجل اسمع، ترى وضعها كذا وكذا وكذا، وأبنائه أنكروها، فإذا كنت تبغى تنفعها وترفع الظلم عنها وتنفع صديقك، فتقدم شهادتك أنت والجماعة اللي ذكرتهم في موضوع هذه المغربية. يقول: قال: تم وأبشر، وهذا حق أبسط حقوقها وأبسط حقها علينا، الله يرحمه. يقولوا: فعلا جبتهم الجدة وسجلت إقرارهم، وأقيمت دعوة على أبناء المتوفى التاجر هذا، وأدخلت هذه المرأة الصالحة، أدخلت معهم في صك حصر الورثة، وورثت، يا جماعة الخير تخيلوا، ورثت 71 مليون ريال. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. يا جماعة الخير، اللي ما له ناصر إلا الله هو المنتصر. لا تظن أنت أنك لا صرت قوي وصار الله معطيك من الهيبة ومن السلطان ومن الجبروت أنك بإمكانك أنك تتألى وتتعالى على قدرة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قادر على تسبيب الأسباب، قادر على الأخذ على يد الظالم في الدنيا أو في الآخرة. إيش تستفيد يا أخي لما تظلم المظلوم؟ إيش تستفيد لما تأخذ حق الناس؟ تستفيد أنهم يدعون عليك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ حق أخيه ولو كعود أراك لم يرح رائحة الجنة. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ولا تأكلوا أموالكم بينكم وتدلوا بها إلى الحكام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الحلال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطعمنا وإياكم الحلال وأن يبعدنا وإياكم عن الحرام.